الرابطة بين فم الواد وطرفايا حتى تساهم في فك العزلة عن إقليم العيون وكذا الأقاليم الجنوبية بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء الأخيرة. وبالمناسبة وفرت آليات متعددة حتى يتسنى فتح هذه الطريق في أقرب الأجال وفي ظروف جيدة. نحن الآن في الشطر الأول من إنجاز الطريق الساحلية، يعني بعد أن أكلتها يعني السيول، فنحن في الشطر الأول وهناك شطر ثاني. يعني نحن كتجهيزات مائية، مديرية التجهيزات المائية بمعية مع وزارة التجهيز، المديرية الجهوية للتجهيز بالعيون. الشطر في الضفة اليسرى لوادي الساقية الحمراء كما تلاحظون أنه احنا في بقات واحد 4 أمتار باش يمكن لنا نفوتوا هذا الشطر الأول من الوادي. وتنكب في هذه العملية لفتح الطريق بين فم الواد وطرفايا عديد المصالح الخارجية من مديرية جهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالعيون ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب وولاية ومجلس الجهة والمجلس الجماعي لفم الواد وكذا عديد المتدخلين الآخرين. وزارة التجهيز بدات هذه 3 أيام تعدل الطريق دير التفنو، وكاينه شركه من الجهه الجنوبيه وشركه من الجهه الشماليه، ولكن هذا الشيء ماشي متعطل لانه واعر، لانه الماء مازال كيمر وبعدين كيديروا الجعب تحت باش يزوز الماء وباش يكملوا بزاف، ولكن هذا الشيء مازال فيه الوقت. ربما هذا الشيء غادي يفوت 6 أيام ولا 7 أيام والله اكثر باش يكملوا، لان كاينه كيلومتر و700، رغم ان التجهيز شاد 2 شرايك، واحده من الجهه الشماليه وواحده من الجهه الجنوبيه. الأشغال الآن بطريق الرابطة بين فم الواد وطرفايا في شطرها الأول على أن يتم إصلاح الطريق بشكل كامل عبر أشطر وبتقنيات عالية، على أن يتبع مستقبلا إنجاز مشروع بناء قنطرة وادي الساقية الحمراء وكذا سد المسيرة الخضراء.